انا عارف انت داخل الفيديو ده علشان كل شويه بنحط اهداف لنفسنا وفي الاخر بننطفي وبنكسل وفي الغالب ما بنسعاش تجاه الاهداف دي، وده لان وضع الهدف سهل لكن انك تحقق الهدف ده موضوع حقيقي صعب جدا. في الحقيقه حابب اني اشكركم ان احنا وصلنا ل 10000 سبسكرايبر، ممكن تشوفوها هنا. صراحة كانت رحلة طويلة شوية، يعني مش مصدق عدد الناس اللي وثقت في صاحب التشانل والشخص اللي بيقدم لكم المحتوى ده، فشكرا ليكم على انكم واثقين في الشخص ده اللي هو ده. انا مش عارف اقول ايه. 10000 يعني بالنسبة لي عدد كبير جدا، ولكن بالنسبة لي دي بروجرس عظيمة. يعني 10000 بالنسبة لي عدد كبير قوي قوي قوي. يعني تخيل كده جمعنا ال 10000 في الأوضة دي، مش هيجوا في الأوضة دي للأسف. ما علينا، خلينا نكمل الفيديو. في دراسة بتقول إن 2 من كل 3 بيتخلوا عن الأهداف بتاعتهم بعد أول شهر من كتابتها، وغالبا هنلاقي نفسنا بنكتب الاهداف نفسها كل سنه. انا عايز اتعلم انجليزي، عايز اتعلم مهاره اجيب بيها فلوس، عايز اشتري ايفون، عايز ابني جسم كويس. احنا عايزين نتغير، ولكن التغيير هو رحله عايزه وقت وسعي علشان نوصل للحياه اللي احنا عايزين نعيشها. واحنا هنا محتاجين حاجتين. محتاجين دايما نفتكر ان احنا في هدف معين شغالين عليه وعايزين نوصل له، وتاني حاجه احنا محتاجين تركيز. وعلشان تبقى فاكر دايما فانت محتاج حافز، وهنا الحافز برضو عندنا حاجتين. اول حاجه هو انك تقدر مدى قيمه الهدف ده بالنسبه لك، وان وصولك للهدف ده بيعود عليك بايه، او ايه العائد بتاع الهدف ده. وكمان احنا طاقتنا كبشر لما بتخلص بتحتاج ان احنا نعيد الطاقه دي بتاعتنا تاني ونرجعها زي الفولت العالي كده اللي بيدينا دفعه تاني لقدام وترجعنا للمسار بتاعنا تاني. فممكن مثلا وانت بتتفرج على الفيديو ده تكون متحمس وعايز تقوم تكتب الاهداف بتاعتك وعايز تحط لها بلان كويسه عشان تحقق الاهداف دي توصل لها، وبعد فترة هتلاقي نفسك بتنطفي وبتكسل وبتبعد عن المسار بتاعك. لكن ممكن ترجع تشوف الفيديو تاني تحس بنفس الدفعة وبنفس الحماس. في الحقيقة أنا الفيديوهات دي بتحسسني بحماس كويس وبتديني شوية شغف وإحساس إن أنا عايز أقوم فعلا أعمل حاجة دلوقتي وأكسر الدنيا، ولكن بعد فترة الحماس ده بينطفي. فممكن ترجع تشوف الفيديو تاني وتحس بنفس الإحساس ده تاني علشان يفكرك إن أنت دايما شغال على إيه، والناس اللي حواليك أصلا شغالة إزاي، وكل واحد حاطط بلان بقى وبيسعى لها وكلنا شغالين في نفس الاتجاه ده. فالفيديو ده او الفيديوهات اللي من نفس النوعيه دي تديك حماس شويه لحد ما تبدا تحس بالنتائج اللي انت اصلا محتاج تحس بيها علشان بعد كده تقول انا تمام، انا شغال كويس وماشي على هدفي صح. فبالتالي النتائج دي هي اللي هتديك الدافع ان انت تكمل، مش الفيديوهات دي. تالت حاجه معانا وهي انك محتاج تكتب الهدف بتاعك ويكون قدام عينك وواضح جدا. اهم حاجه انك لما تيجي تكتب الهدف تكون ملاحظه طول الوقت وشايفه قدامك، لان لو كل يوم بنقوم من النوم معتمدين على دماغنا بس فاحنا كده مش هنعرف نسيطر السيطره الكامله على اليوم بتاعنا والمسار اللي اليوم هيمشي فيه، وهننسى حاجات كتير جدا المفروض ان احنا نعملها في اليوم وكل يوم المفروض نكون بنعملها، ولكن عشان احنا مش شايفين الهدف بتاعنا ومش عارفين الستبس اللي احنا حاطينها لنفسنا دي، فبالتالي هننسى حاجات كتير. اما بقى التركيز فاحنا عايزين نشيل كل المشتتات اللي ممكن تكون حوالينا او عايزين نقلل منها بقدر الامكان على قد ما نقدر، علشان المشتتات دي هي اللي بتبعدنا نوعا ما عن الطريق اللي احنا ماشيين فيه، وده اللي احنا عايزين نكمل فيه بقيه الفيديو بتاعنا. اول حاجه هتفرق معانا قوي وهي في الهدف نفسه. الهدف ككتله ده احنا مش عايزينه. الهدف بتاعك لازم يكون واضح جدا وواقعي ان انت تقدر تحققه، علشان دي حاجه مهمه جدا. وحقيقي الموضوع ده هيفرق معاك لو انت بس كاتب كده انا عايز اتعلم الماني. الموضوع عام جدا جدا، الالماني فيه كل حاجه ومش عارف تبدا منين ومش عارف تعمل ايه ومش عارف اصلا انت عايز توصل لايه وامتى، والتايم لاين بتاع الهدف ده هيبقى ماشي ازاي. فبالتالي ما تقولش انا عايز اتعلم الماني، ولكن مثلا انت قدامك 4 شهور، قول انا عايز اتعلم الليفل الاولاني ده في اول شهرين والليفل الثاني في ثاني شهرين، او عايز اتعلم الليفل الاول في 3 شهور اللي جايين دول. فانت دلوقتي حددت الهدف بتاعك، انت عايز توصل لليفل A1 او A2 في الالماني، وكمان الهدف بتاعك سهل وواقعي ان هو يتحقق على مدار الشهرين او 3 شهور اللي جايين، فبالتالي انت بقيت واقعي وفاهم انت عايز تعمل ايه. ثاني حاجه انا قلت لك من شويه ان انت لازم تكتب الهدف ويكون واضح قدامك وشايفه، زي مثلا انك تعلق ورقه على الحيطه كاتب فيها الهدف بتاعك، او ان انت محاوط نفسك عامه بان انت تفتكر الهدف ده علشان ما تحدش عن المسار. ولكن في سبب تاني لكتابه الهدف ده، علشان تاني خطوه مهمه هو انك تتتبع البروجرس او التطور اللي انت وصلت له في الهدف بتاعك، الحاجه اللي انت عايز توصل لها. فانت عايز تتتبع انت وصلت لايه وانت فين دلوقتي والتايم لاين بتاعك كله.
وليه لازم تتتبع البروجرس او التطور في الهدف بتاعك ده؟ هو انك لما تيجي تلاقي نفسك بتحقق انجازات او بتتطور في الهدف اللي انت عايز توصل له، هتلاقي نفسك متحمس وعايز تكمل لحد ما توصل للهدف بتاعك ان شاء الله. فهتكتب الهدف بتاعك وهتقسمه لاهداف صغيره. تاني حاجه او تالت حاجه وهي انك هتعمل تايم لاين. تعمل تايم لاين للهدف بتاعك، وهو انك تحدد بالظبط كل حاجه انت عايز تعملها امتى. يعني لو هتتعلم الليفل الاول في الالماني فانت كده حددت الهدف بتاعك. تاني حاجه هو انك تقسمه لاهداف صغيره، هو انك مثلا هتهتم بجزء الجرامر، وتاني جزء للكلمات، والجزء الثالث مثلا للمحادثه، وهكذا. فتيجي تقول انا عايز اتعلم مثلا الجزء ده او الحته دي المعينه دي انا اخلصها في الاسبوع الاول، دي في الاسبوع الثاني، ودي في الاسبوع الثالث، وهكذا. التايم لاين هو انك تبقى عارف انت هتبدا في الجزء ده امتى وتخلصه امتى، والمفروض تخلص الهدف ده كله امتى. فانت عندك 3 شهور هتخلص فيهم ليفل كامل مثلا في الالماني، فبالتالي انا في الاسبوع الاول هكون خلصت كذا، الاسبوع الثاني لازم اكون خلصت كذا، الاسبوع الثالث لازم اكون خلصت كذا. هو ده التايم لاين اللي انت المفروض تمشي عليه. ثالث حاجه واهم حاجه في الفيديو ده كله بجد، الحاجه دي انا قابلتها بالصدفه على فيسبوك، هو كوت معين صغير، وبصراحه انا اول ما شفته رحت مشاير البوست على طول، لان مهم جدا وبنقع في الفخ ده كتير. الكوت بيقول learn to rest not to quit. اتعلم انك تستريح وتاخد بريك وتعرف تاخد فاصل من الدوشه وكل الصعوبات اللي انت هتواجهها، ولكن ما تستسلمش. ما تتعلمش انك تستسلم، او ما تخليش الاستسلام ده شيء اساسي عندك اصلا في الرحله اللي انت ماشي فيها. او ببساطه اوعى تتخلى عن اهدافك. خليني اديك حته فلسفيه شويه كده. اي هدف انت عايز توصل له فاكيد ده مش هيكون شيء مضر ليك. طبعا بعيدا عن الغيب والكلام ده كله، انا اكيد ما اعرفش الهدف ده يكون مضر ولا لا، ولكن اي هدف انا بحطه في الغالب بيكون هدفه ان هو يحسن من حياتي او من مستقبلي وكل الكلام ده. فبالتاكيد الهدف ده هيكون نقله في الكارير بتاعك او في شغلك او في حياتك عامه. ف100% الحاجه دي هتكون صعبه جدا مش سهله، عشان ما تفتكرش ان تحقيق الاهداف سهل كده، او ان احنا نمشي في الاهداف بتاعتنا ونحاول ان احنا ناخد فيها بروجرس كل شويه. الموضوع سهل؟ الموضوع فعلا صعب، الموضوع عمره ما كان سهل. فلازم انك تتعلم تاخد راحه، وانك تفصل شويه في وسط ما انت ماشي وبتحاول، بس مش انك تستسلم وتتخلى عن الهدف ده. تاني نقطة مهمة في الفيديو ده، وممكن تكون تاني اكتر نقطة مهمة في الفيديو ده، وهي انك طول ما انت ماشي في المسار بتاع تحقيق الاهداف هتلاقي ان انت بتخرج عن المسار ده كتير جدا، وهتلاقي نفسك بتتشتت بشكل سهل جدا. وده لان الانضباط صعب. الانضباط صعب جدا يا جماعه، اقسم بالله الانضباط ده هي المشكله. لو احنا عندنا انضباط خلاص اهدافنا هتتحقق، ولكن هو الانضباط اصلا نفسه صعب. فممكن الحل للموضوع ده هو انك تخلي حد يشارك معاك الهدف ده، يشارك معاك الرحله. لو حتى صديق على الفيسبوك او صديق اونلاين، تقدروا ان انتوا مثلا كل فتره، كل اسبوع، كل كام يوم تفتحوا فيديو كول او فويس كول، وكل واحد فيكم يعرف التاني ايه البروجرس اللي حصلت. مش شرط، مش بقول لك ان انت تشارك الاهداف بتاعتك كلها، علشان مشاركه الاهداف مع عامة البشر كده هتلاقي ان هو بيقلل وصولك للهدف، لانك مش هتشتغل عليه بشكل كويس. ولكن انا بقول ان انت ممكن تبقى انا وواحد صاحبي محددين، كل واحد محدد الهدف بتاعه، ملناش دعوه ما علينا، ولكن في نهايه الاسبوع ممكن افتح معاه كول اقول له والله انا عملت انجازات الاسبوع ده، هو انا وصلت لنسبه 25% مثلا من الهدف، او حققت الحاجات اللي انا المفروض كنت اعملها، قصرت في حاجات معينه. فتبداوا تشجعوا بعض وان انتوا توصلوا للاهداف بتاعتكم، حتى لو كانت مختلفه عن بعض جدا، بس هتوصلوا للاهداف بتاعتكم سوا ان شاء الله. وده الاجانب بيسموه الاكونتابيلتي بودي، وده علشان تتحمسوا سوا وكل واحد فيكم يكون بينافس التاني. بمعنى اصح ان انا شغال على الهدف وهو شغال على الهدف، فانا هشتغل على هدفي علشان انا شايف واحد تاني معايا شغال على هدف. نفس فكره بالظبط ستادي ويز مي. لما تكون قاعد قدام الموبايل او قدام اللاب، شغل حد بيذاكر قدامك وانت بتشوفه، لا انا هذاكر علشان الشخص ده بقاله 45 دقيقه بيذاكر دلوقتي، فانا هذاكر معاه ال 45 دقيقه دول. اشمعنى هو؟ وده هو الهدف، ده التنافس الصح اللي احنا المفروض نتنافس فيه. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وده لو في حاجه خير، لو في حاجه بتخلينا نرتقي بانفسنا. انا مش شيخ، ولكن المنافسه في دي منافسه شريفه. وكمان هيكون تعاون على البر، ان انتوا بتحاولوا تعملوا حاجات تفيدوا بيها نفسكم. تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. فافتكر ده دايما، وخلي دايما في ضمن اهدافك الدنيويه يكون في هدف ديني تسعى فيه، انك تتعرف اكتر على دينك وتتعلم وتتحلى بالاخلاقيات بتاعته. انا مش شيخ، معرفتي في الدين ممكن تكون اقل من كل الناس اللي بتتفرج على الفيديو ده، ولكن ده تذكير بسيط ليا وليكوا ولكل الناس. وبس كده، دي نهايه الفيديو بتاعنا. ولو عجبك الفيديو ده فالفيديو ده كمان هيعجبك، اللي هيطلع لك على الشاشه دلوقتي ده انصح بيه ان انت تشوفه. وبس، شكرا ليكم لو اتفرجتوا لحد دلوقتي، واشوفكم في الفيديو الجاي على خير ان شاء الله. اعملوا لايك، سبسكرايب، وشير مع الناس، حبايبكم، صحابكم، اي حد. وشكرا ليكم، سلام.